هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى هي جوع اخر الليل. احنا في صيف وبنسهر وبنجوع وعاوزين حاجة ناكلها كده تكون سهلة وسريعة. طبعا الحاجة الموجودة في كل بيت هي المكرونة بكل اشكالها بكل انواعها، والاهم دايما اللي بتكون الطماطم. فاحنا هنعمل ألذ مكرونة بصلصة ممكن تاكلوها بالظبط 10 دقايق بتكون خرجتوا من المطبخ، وكمان طعمها تحفة يعني حقيقي ولا غلطة. اول حاجة معايا زيت او سمنة، ومعايا 2 فص من الثوم يعني مهروسين، زي معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس. ضفت عليه 3 معالق كبار من الصلصة. استنيت لما الثوم يتحمر كده وياخد لون ذهبي في يعني المواد الدهنية بتاعتي، وضفت الصلصة. سبتهم يتحمروا مع بعض كده شوية، وبعدين ضفت عصير من الطماطم. عصير من الطماطم قد ايه؟ على حسب الكمية. انا ضفت نص كيلو من عصير الطماطم، وسبتهم كده يعني يتسبكوا مع بعض. ممكن لو عندكم صلصة جاهزة اوكي تمام، تقدروا تضيفوها يعني في الخطوة دي، بس انا بحب عصير الطماطم عشان يتسبك كده وياخد النكهة. معايا بهارات وفلفل اسمر وملح وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، نص معلقة صغيرة من كل حاجة. ومعايا نص معلقة صغيرة من الزعتر، والزعتر بيدي بجد النكهة لحتة تانية، وبيدي الصوص بجد طعمه خطير مع التوم، بيبقى طعمها تحفة. تحس ان احنا بناكل طبق مكرونة مش زي اي طبق مكرونة بناكله كل يوم، لا بجد بتكون مختلفة وحلوة قوي. معايا مية مغلية لسلق المكرونة، ضفت فيها 2 معلقة كبار من الملح. ومعايا كيس من المكرونة، اي نوع مكرونة انتوا حابينه واي شكل. انا استخدمت المكرونة الاقلام دي علشان انا بحب طعمها قوي، فتقدروا تستخدموا المكرونة اللي انتوا حابينها المتوفرة عندكم، اسباجيتي مثلا صغيرة اي حاجة. الصوص معايا بيتعمل والطماطم بتتسبك عصير الطماطم، وفي نفس الوقت المكرونة بتتسلق بالظبط 10 دقايق. خدت نص كوب كده او اقل من الكوب يعني من مية سلق المكرونة، وضفتها على الصوص علشان بتديله لزوجة كده، وبتخلي المكرونة بتاعتي جوسي كده وحلوة قوي، يعني بتخلي الصوص متماسك وفيه لزوجة كده حلوة قوي. انا الطريقه المفضله بالنسبه لي ان انا اخد المكرونه من ميه سلقه على طول احطها على الصوص. تقدروا كمان تصفوها عادي في مصفى، وبعدين تحطوها على الصوص وقت ما تكونوا جايين تاكلوا. بس لو يعني خلاص هتاكلوها على طول، تقدروا تشيلوها من ميه السلقه على طول على الصوص. ده بيخليها تكون طريه اكتر، ما يخليهاش تقعد ولا مثلا تنشف ولا تتجمد مع بعض كده ولا اي حاجه. تقلبتين كده وبلاقي المكرونة بتاعتي الصوص بجد خطير، والشكل حلو قوي، كفاية ريحتها بجد تحفة. وحقيقي الطبق ده هيبقى المنقذ بالنسبة لكم، يعني هتقوموا تعملوه في اي حاجة طبعا. وهي دي الوصفة اللي هتعتمدوها للمكرونة بصلصة، معها بانيه، كفتة، اي حاجة لوحدها كده، بطاطس محمرة، بجد تحفة ولا غلطة. تحبوها قوي ولازم تجربوها كمان وتقولوا رأيكم، لان الوصفة والصوص بجد ولا غلطة. طعمها حلو وسهلة وسريعة، ماخدتش وقت خالص. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع مكرونه انتوا حابينه. تقدروا كمان لو انتوا بتضيفوا الريحان او النعناع في الصوص هيبقى لذيذ، يعني لو انتوا حابين تضيفوه بيدي طعم حلو قوي. هستناكم كمان تجربوها وتقولوا رايكم. باي باي.